الاحتفال بعيد الحب. بدأت هذه القصة عندما كان الإمبراطور الروماني الثاني كلايدس الذي حرم الزواج على جنوده بحجة أنه يربطهم بعائلاتهم ويشغلهم عن الحروب وعن القتال. فقام فالنتاين بالتصدي لهذا الأمر وجعل يبرم عقود الزواج سرا، فافتضح أمره وقبض عليه وتم إعدامه في 14 فبراير سنة 270 ميلاديا. ومن هذا اليوم لقب بالقديس، وهو كان من قبل قسيسا، وجعلوه أنه فدى النصرانية بروحه. ومن هذا اليوم جعل الشباب والشابات يتبادلون الرسائل ويتبادلون الورود، والأمريكان والغرب يجعلونه مناسبة نادرة لممارسة الجنس على أوسع نطاق تتهيأ له المدارس والجامعات لهذا اليوم، فهو مناسبة جنسية مقدسة عندهم. وهذه هي قصة عيد الحب.